على التليفون دلوقتي اللي هو بكر سليم، نائب رئيس نادي مصر المقاصة. سيادة اللواء اهلا بيك. اهلا اهلا كابتن تامر، ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبي، سعداء بمداخلة سيادتك يا فندم والله. ربنا يخليك. حضرتك من الناس المحترمة اللي الناس كلها تشهد لها والله بالاحترام حقيقي. مبروك برنامج يا حبيبي، ودايما منور. يا رب يخليك يا فندم، ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. الله يخليك. حضرتك احنا بنتكلم على عودة الدوري. أؤمر. حضرتك بنود اللائحة الخاصة باتحاد الكورة اللي تم مناقشتها في الاجتماع. ايوه يا حبيبي. حضرتك يا فندم هل اعترضتوا على حاجة ولا موافقين ولا ايه القصة؟ لا بص حضرتك، احنا يعني نادي مصر المقاصة ده نادي مؤسسي بيرأسه اللواء محمد عبد السلام زي ما حضرتك عارف. طبعا يا فندم طبعا. قيمة. والتعليمات واضحة وصريحة ان احنا مع الدولة في كل قراراتها، وبنعظم الدور اللي بتقوم بيه في محاربة الكورونا ومحاربة الإرهاب، وهم شايفين أكتر مننا في إن هم اللي أصدروا قرار بإيقاف الدوري طبعا وإيقاف النشاط، وفي نفس الوقت هم شايفين اللي احنا مش شايفينه. أكيد. وأصدروا قرار بعودة النشاط بدءا من 25/7. تمام. فطبعا احنا لنا تحفظ على بدء استكمال الدوري الدور الثاني، لان الظروف والملابسات اللي موجوده محتاجه وقت اكبر بكتير عشان خاطر نقدر نقول ان احنا نبدا الدور الثاني، لان طبعا زي ما حضرتك عارف باقي 17 او 18 اسبوع يعني وقت طويل يا فندم، وقت طويل. عايز له 154 او 155 مباراه. تمام. والوقت ضيق جدا عشان نقول ان المباريات دي مش هتلحم في الموسم القادم، وزي ما حضرتك عارف ده هيبقى مشكله كبيره جدا لاصابات اللاعبين والكلام من ده. طبعا يا فندم. في نفس الوقت اللاعبين بقى لهم 4 شهور دلوقتي بعيد عن التدريب. اي حد راجل فني عارف ان لابد من فتره اعداد جديده مش اقل من شهرين ونص عشان يبقوا اللاعبين دول جاهزين اكيد لبدء المنافسات. اكيد يا فندم. علاوه على النواحي الطبيه والصحيه مكلفه للغايه دلوقتي، حوالي 600,000 جنيه بحسبه بسيطه كده. تمام. عملها اللواء محمد عبد السلام كنادي مصر المقاصة. ال 600,000 دول شهريا لكل فريق. طبعا الانديه زي ما حضرتك عارف لتوقف النشاط ال4 شهور دول لنا فلوس عند الشركه الراعيه اللي هي برزنتيشن. تمام. والانديه كلها عليها فلوس هناك. وصعب جدا ان انا اقول ان اكلف الانديه اكبر من طاقتها. وطبعا انا بناشد الدوله وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو نظره كبيره لدعم الانديه عشان تقدر تمارس النشاط وتقدر تعود بالحياه الرياضيه الى ما كانت عليه قبل الكورونا ان شاء الله. فندم حضرتك مع عدم استكمال الدوري واستكمال كأس مصر؟ احنا في 13 نادي تقدموا بمذكره للاستاذ عمرو الجنايني واللي معاه الوزير الدكتور اشرف صبحي، علشان نقول لهم احنا مش ضد قرار الدوله ولا بنلوي دراعها ولا بنقول ان احنا مش عايزين نشارك، بس احنا لنا وجهه نظر بنعرضها متلخصها في 3 حاجات. نمره 1 الناحيه الصحيه، نمره 2 النواحي الفنيه ان صعب جدا استكمال الدوري دلوقتي، نمره 3 خاصه الاجنده اللي موجوده الدوليه يعني مستحيل انك تكمل وبعدين تبدا الدوري الجديد. لكن احنا قلنا وجهه نظرنا تمام ان احنا ندي فتره اعداد مظبوطه ورعايه صحيه مظبوطه ونبدا الدوري، نقول نستكتب الدور الاول ونقول الدور الثاني كانه لم يكن، ونلغي الدوري هذا الموسم. ودي مش اول مره يعني ان شاء الله يا فندم. ونبدا على نظافه زي ما بيقولوا بالنسبه للدوري الموسم القادم واللي يبدا في شهر سبتمبر على الاقل. هنشوف ايه اللي بيحصل والكورونا وصلت لفين ان شاء الله يا فندم. زي ما حضرتك عارف المسؤولين يهمهم طبعا جدا صحه المواطنين، وخاصه بقى اذا كان المواطنين دول مواطنين رياضيين الدوله صرفت عليهم مبالغ رهيبه عشان
نوصل للمستويات العالميه اللي موجوده عندنا. صحيح يا فندم، صحيح صحيح. احنا بالنسبه لانتخابات اتحاد الكوره يا فندم، سمعنا هل في انتخابات فعلا اتحاد الكوره؟ انتخابات ايه؟ اتحاد الكوره. لما هو اتحاد الكوره اللجنه الخماسيه المحترمه بقياده الاخ الفاضل الاستاذ عمرو الجنايني، يعني هي منتظره قرار الفيفا، وعرضوا علينا لائحه النظام الاساسي، طبعا حاجه محترمه جدا ومفخره يعني، واحنا موافقين عليها، لان قال لك انه عوده رابطه دوري المحترفين، وهي دي اللي هتحل كل المشاكل يعني. ان شاء الله. ما لهمش غرض ولا لهم هوى، والناس قالوا ان احنا مع عوده رابطه دوري المحترفين انها تبقى منفصله عن اتحاد الكوره بميزانيه خاصه بميزانيتها، واللي هي اللي تدير المسابقه، وهي اللي تتفاوض مع الرعاه ومع البث التلفزيوني وتوزيع الكلام ده كله، مع حفظ حق اتحاد الكوره في 15% من القيمه، واتحاد الكوره يكون منوط بيه المنتخبات والدرجه الثانيه والثالثه لقطاع الناشئين. تمام يا فندم، تمام. احنا سمعنا خبر كده يا فندم، يعني بيقول المقصه هل ممكن يبيع النادي لرجل اعمال عربي؟ لا، هو طبعا الكلام ده غير صحيح بالمره. تمام. احنا ملتزمين ان شركه مصر للمقاصه والمقاصه سبورت هم الراعي الرسمي للنادي، وان شاء الله بس لما النشاط يبدا هيكون لها راي ثاني. اما اذا يعني مصر مقاصه اكتفت بالفتره اللي فاتت، هيبقى في راعي ثاني يعني ان شاء الله مش بيشتري النادي. ان شاء الله يا سيدي. النادي اهلي ونادي مشهر فما بيتباعش، لكن هو يرعى النادي اي مستثمر اخر اذا مصر المقاصه كشركه رفضت الاستمرار. سياده اللواء، احنا شاكرين جدا لسيادتك وعلى المداخله بتاعت حضرتك والتوضيح ده، وان شاء الله ربنا ييسر الحال ان شاء الله، وموضوع كورونا ده ينتهي على خير باذن الله ان شاء الله. وربنا يخليك كابتن سامي. شكرا يا فندم. جدا يا حبيبي. شكرا سياده اللواء، مع السلامه يا فندم، مع السلامه. اعزائي المشاهدين، دلوقتي